اساسا تدري تم تقول انا مقاطع وما اروح للانتخابات، ماي بارد وينزل على قلب الاحزاب. خلصوا من المنافس. واحنا بالحلقه بالبثوث السابقه سولفنا شلون طريقه. احنا عندنا ظرف معين نريد نحله هسه، احنا عندنا ناس تسعى لتخريب هذا البلد، نريد نغير هاي الناس. احنا نقول صناديق الاقتراع هي الحل الامثل حاليا، لانه لا الثوره المسلحه ولا الثوره المسالمه راح يكون بها فائده. دكتور تفضل. مع احتراماتي لافكارك، لا تظن الانتخابات تغير الوضع بالعراق؟ مع احتراماتي لافكارك دكتور، مع احتراماتي لافكارك، الانتخابات ما تغير. مو دكتور، بعد شنو اللي يغير بالله برايك؟ اللي يغير امريكا نفسها هي تغير، وراح يتغير. هم استسلموا. يعني هسه الوضع كله مستسلم ترى، وكلهم يعني قابلين، بس يريدون يسلمون عليه اموالهم. افتهمتك، انطيني مجال خل احكي وياك لعد. سؤالي الك، يعني هل تدعو بالتغيير عن طريق امريكا مثلا؟ يعني انت لو انت تقول هو هذا الشيء اللي راح يصير. احنا محتاجين وعي، احنا سلاحنا الوعي. احنا محتاجين لو سلاح الوعي. هذا سؤالي الك، اريد جواب من عندك. لا امريكا انا ما اي التغيير راح يصير من امريكا، بس انا ما اريد امريكا تغيرني، لازم انا وانت والموجودين كلنا نغير. شلون نغير؟ لازم هسه احنا اول شيء نسويه نوعي الناس، مو؟ نعم. ان الطبقه المثقفه نعم. تعمل على توعيه الناس عن طريق بثوث، عن نعم. يعني سؤالي نوعيهم على شنو؟ نوعيهم رفض هاي الطبقه الفاسده، لان هاي الفاسده نرفض. واختيار احنا ليش نحكي؟ اختيار شنو؟ ناس كفؤين نزيهين، شلون لا منتمين يطلع ابو البصره، يرفض مجلس المحافظه وخدمات مالته، وبقيه المحافظات نفس الشيء. سؤال، يطلع بشنو؟ يطلع شايل لافتات، لو يطلع شايل سلاح؟ اخوي اعتصامات يا حبيبي، اعتصامات يعني اعتصامات سلميه يعني. نعم طبعا المربع الاول. اذا واجهوا الاعتصامات السلميه الجيش والدوله والهاي، اذا واجهوهم بالسلاح مثل ما صار بتشرين، ايش راح يسوون دول؟ بس اذا طلعوا تصير حمايه دوليه بعد ما يصير مثل قبل، بعد ما حد يتدخل، بعد يخافون. ماكو شيء اسمه حمايه دوليه، ماكو شيء اسمه حمايه دوليه، كان حمايه تشرين الحمايه الدوليه. اذا الدوله نعم. طلعت على المعتصمين وقمعتهم، ايش راح يصير؟ شنو اللي راح يصير؟ هل راح يتحول الاعتصام الى مجازر؟ راح يصير يعني مواجهه. اي راح يصير مجازر. هذا اللي تريد المجازر يعني انت؟ لا انا ما اريد مجازر. تفضل دكتور. انا بدي احكي استاذ الشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبي استاذ ايس، ما يخالف انت راح تطلع مظاهرات، انا من الناس اللي اطلع مظاهرات، بس المظاهرات من يجي ممثل الدوله راح يقول لك مطالبك شنو؟ حضرتك انت طالع مظاهره، انا راح اجيك انت طالع مظاهره. اول طلب نظام رئاسي، اول طلب نظام رئاسي. مو هذا الدستور ناص عليه يا صديقي، انا وياك انا فهمك ترى، وانا من الجماعه اللي تعديل الدستور، لان هذا النظام اصبح شبه نظام احزاب وعوائل. حلو لا هسه تحط النقاط على روف. تعديل الدستور اكو بالدستور مالتك نعم. نفس اللي انت تطالب بتعديله، اكو طرق تعدل بها الدستور. الشارع ما تقدر تنزل نعم. بالشارع وتقول له انا اريدك تعدل الدستور عن طريق الضغط بالشارع. الدستور الى اليات حتى تعدلها. عندك اعضاء داخل البرلمان يقدمون طلب دكتور هم بالبرلمان كلهم يشتغلون للاحزاب. دكتور هم ذول يعني اي ذول يشتغلون للاحزاب، ما يشتغلون للمواطنين للشعب. خليني وياك ودعتك، كانت الدكتوره مالتي علوم سياسيه، ماستر ودكتوراه علوم سياسيه. نعم. فافهم اللي تريد تقوله. احنا حتى لا الشباب نعم. اللي موجودين يصير عندهم ملل ويطلعون، حتى نوصل النتيجه. نعم لابد من تغيير الدستور حتى يتغير الى اليات. اذا تتصور انت العراق كله ينزل اكبر من ثوره تشرين، ما تنزل ترى، ما تصير بالعراق نعم. ما تتكرر. ورغم ذلك ما قدرت تتغير شيء، غيرت رئيس وزراء وجابوا واحد العدم اللي قبله. فتغيير الدستور بحاجه الى اليات تغيير الدستور تبدي داخل البرلمان. يبقى انت شلون هذو اكو ناس تشتغل، نعم اكو ناس تشتغل الاحزاب. ليش؟ الاحزاب عرفوا اصول اللعبه. تعرف تلعب دومنه حضرتك؟ اعتقد تعرف تلعب دومنه، او تعرف تلعب شطرنج. ما تقدر تلعب الدومنه بقواعد الشطرنج. كل لعبه لها اصولها.
الاحزاب عرفت اصول اللعبه بالعراق ودا تلعب باصول اللعبه، تشتري ناس، تدفع فلوس، تزور، تحط كل اللي تريد تقوله. اقول لك نعم، بس دا يحط له شخص داخل البرلمان من يوصل التصويت هذا الشخص يصوت اللي يريده. احنا كشعب احنا لازم نلعب اصول اللعبه بنفس قواعدها، اللعبه بنفس اصولها وبنفس قواعدها، ننتخب ناس محترمه، ناس قويه عندها القابليه تغير، واقول له روح اصعد، وذيك الساعه اقول له روح انزل وانا بظهرك. من دعا دكتور عامر قبل 3 4 5 ايام، من دعا اول بارحه يمكن الاستاذ محمد، من دعا هو وجمال الحلبوسي وعامر ودكتور وائل عبد اللطيف، الشعب نزل استجاب. هنا تبدي التوعيه، هنا تبدي توعيتنا. رقم واحد، غلط اقول انه لحد يروح للانتخابات. اساسا تدري تم تقول انا مقاطع وما اروح للانتخابات، ماي بارده وينزل على قلب الاحزاب. خلصوا من منافس. واحنا بالحلقه بالبثوث السابقه سولفنا شلون طريقه التزوير صعبه جدا تكون لما انت تروح تصوت وتسقط الورقه الانتخابيه مالتك، ما يلقى له شيء يكتب عليه. لكن تصير العمليه سهله لما يلقى الورقه موجوده قدامه وانت ما جاي، وهو عنده كارتات جايبها من فلان وعلان مشتريها، يحط اصوات راسا اللي قدام وينزلها. انت مثل اللي يقفل بابه، تقفل بابك مسلح بابك وتقفل بابك الداخلي، صعب واحد يدخل بيتك، مو مثل ما تارك البيبان مفتحه. بطاقتك اول شيء ما تنزل من النظام الالكتروني، يعني ما راح تدخل، وتارك له الورقه مالتك بيضه قدامه موجوده، راسا طلع ايش قد كم ورقه، كم واحد ما جاي مقاطع 100، طلع له 100 ورقه، هاي اجاله 100 صوت جديد، نزل سوى كوبي لل 100 بطاقه. فاحنا الغايه من عندنا، بس اكمل لك، احنا ما نقدر نغير العمليه من اول يوم، بس احنا نقدر نصعب عليهم عمليه التزوير. لما اروح اسقط الورقه مالتي اصعب عمليه التزوير بشكل مضاعف. لما ينتقل هو يقدر يبوق من اصوات دكتور عامر او دكتور وائل، رغم انه الرجل استبعدوه، لكن ايش قد يريد يبوق؟ 10%، 7%، 5%، مو مثل ما يجوا يلقى الورقه. تدري شلون يبوقون؟ خلي اقول للشباب واقول لكم، يحطون 10 ورقات فوق مال فلان من الناس، ويحطون 10 ورقات جوا، لان هي 100 مثلا الرزمه، ويترسون بالنص، يجيبون مال القوائم الثانيه اللي ما يردوهم. تفهمني شلون؟ يردون يصعدون مثلا دكتور رعد، ودكتور يردون استاذ محمد، يردونه ما يصعد، فيحطون 10 ورقات للدكتور رعد و10 ورقات جوا، لان اللي يريد يجي يفتش او يشيك عليهن ما راح يشيكها كلها، ياخذ له يباوع 3 4 ورقات من فوق، 3 4 ورقات من جوا، كلهن الدكتور رعد، وقالوا هاي ال100 كلها باسم دكتور رعد. انت صعب عليه العمليه، اخذ الورقه مالتك، انتخب رقم واحد، راح تخلي له منافس قوي. اذا جاب 100,000 صوت ايش قد يرضون يقول من استاذ عامر؟ 10 بالعافيه، بقى عنده 90، 20 بالعافيه، يبقى 80. لكن لما تترك له ورقتك، اول شيء راح صوت من انسان شريف، انا استاذ عامر اقوله للمثل مو على سبيل الحصر، اول شيء راح من عنده صوت، وثاني شيء بقت ورقتك فارغه بسهوله، بجيبه قلم حط قدامه صح، وبجيبه بطاقه مشتريها ب 5000 50,000 حاطها على الجهاز، صار عنده تسجيل الكتروني وصار عنده ورقه وانتهت. فانت صعب عليه الباب يا صديقي، سد ابواب التزوير، هنا دورك، وتبدي ادوار اللجان الثانيه اللي احنا نشيك وراهم، نعرف ناسنا، نطلب تصحيح، هنا يجي دورنا. لكن لا تكسرون مجاديفنا، واصل الاوراق موجوده، انت ما تروح، انا من اقول انت مع احترامي لك للكل، وبالنتيجه نقول والله ما تغير النظام، ما راح يتغير النظام اذا احنا قاعدين ببيوتنا. اسف للاطاله وتحياتي للجميع. ثق واعتقد، اذا انت ما رحت اسمك راح ينتخب، راح ينتخب. انت اذا ما رحت وتريد تقاطع الانتخابات، اسمك راح ينتخب وانت قاعد ببيتك، وينتخب الانسان اللي انت ما تريده بجميع الاحوال. كلامك انت تريد تقاطع، كلامك صحيح. واذا تريد تقاطع روح، اذا تريد تقاطع روح، خرب ورقتك حتى لا احد يستغلها. الاخ الفيلسوف يقول ما يساعدون. دقيقه استاذ، دقيقه. بالنسبه للاخ الفيلسوف يقول ما يساعدون، بس جماعتهم اللي من حزبهم، لا اعرف استاذ حسين من يا حزب، ولا اعرف اي اسم من يا حزب، ولا احنا اصلا بحزب، خاف ما تدري. فيلسوف اللي مسمي نفسك فيلسوف، احنا مو احزاب، احنا كلنا مدنيين، كلنا مستقلين.